سيف الله المسلول خالد بن الوليد. علشان تعرف أصل الحكاية تابع معي. سنة 30 قبل الهجرة اتولد أعظم قائد إسلامي عرفوا التاريخ، هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي من قبيلة بني مخزوم. كانت القبائل في مكة كل قبيلة ليها دور، وشرف القبيلة من شرفها اللي بتقوم بيه. وقبيلة بني مخزوم اللي كان منها الوليد ابن المغيرة أبو خالد كانت مسؤولة عن السلطة العسكرية في مكة والحروب. أبوه كان من أغنى أغنياء قريش لدرجة إنه كان بيكسي الكعبة سنة كاملة لوحده، وبقية العرب بيكسوها السنة التانية. وكمان كان ربنا رزقه بأولاد كتير. والوليد أبوه كان من أكتر الناس اللي بتكره النبي صلى الله عليه وسلم، مش عشان مكدبه، لا، علشان الرسالة ازاي تنزل على واحد من بني هاشم وما تنزلش على واحد من بني مخزوم. وعشان كده ربنا نزل في الوليد بن المغيرة ده قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وتوعدوا ربنا في الآية اللي بتقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ده كانت نازلة في الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد. لما خلف خالد كان عايز يطلعه أشجع الفرسان، لأنه لاحظ فيه قوة غير طبيعية من وهو طفل صغير. عشان كده أرسله للصحراء علشان يتربى في جوها القاسي. ولما رجع كان عنده 5 سنين، لكنه كان راجع متعلم الفروسية وهو عنده 5 سنين بشكل غريب. علشان كده أبوه حس إن هيبقى فارس ملوش زي، ونماله الموضوع على أقصى درجة ممكنة، ودربه على الفروسية والرماية وكل فنون الحرب وكل انواع السلاح. وكان من احسن الناس اللي بترمي بالرمح وهو راكب على حصانه من غير ما يخطئ الهدف، وتعلم كل انواع الرمي والمبارزه بشكل ملفت للانتباه. وابوه لما شاف فيه النبوغ والذكاء والقوه دي حب ان ينميها له، وكمان مش كده وبس، خلاه يتعرف اكتر على البلاد اللي حوالين مكه. فبدا يوديه في رحلات مع قوافل هتمر باراضي الفرس والروم، علشان كان دايما بيسال ابوه عنهم وعن اشكالهم. فلقاها فرصه ان يبعته عشان يشوفهم بقرب، وفي نفس الوقت يشوف أسلحتهم وقوتهم اللي دايما خالد كان بيسأل عنهم. خالد لما سافر ومر على بلاد الفرس والروم ما انبهرش بيهم هم كأشخاص، لكن أعجب جدا بتدريباتهم وقوتهم العسكرية، وكمان أعجب أكتر بخيولهم وأسلحتهم ودروعهم اللي ما كانش بيشوف زيها كتير في مكة. وما كانش يعرف ان في يوم من الايام هو اللي هيهد الحضارتين دول بنفسه. ولما نزلت الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم خالد ما امنش زي ابوه بالظبط. ولما جت غزوة بدر ما شاركش فيها خالد بن الوليد، لان ساعتها كان مشارك في تجارة، وشاركت قبيلة بني مخزوم في الحرب دي ب100 فارس من المشركين، كان من ضمنهم اخوه الوليد ابن المغيرة اللي اتأثر فيها هو و30 فارس من بني مخزوم. وغزوة بدر دي مات فيها ابوه الوليد ابن المغيرة وعمه أبو جهل، وكانت هزيمة صعبة على المشركين جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد دية أي حد اتأثر في غزوة بدر كانت ب4000 درهم، واللي ما معهوش كان بيعلم 10 مسلمين في مقابل إن يطلق سراحه النبي صلى الله عليه وسلم. فتقوم قريش ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 عشان يتفاوضوا معاه في موضوع الدية وفي موضوع الأسرة. هم مين؟ عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد. وطبعا كان كل اللي يهم خالد إن يخلص أخوه من الأسر هو وكل بني مخزوم. والمهم إن خالد دفع 4000 درهم ورجع بأخوه في الطريق، وإذ بأخوه هو في الطريق يهرب منه ويرجع للنبي تاني. اخوه كان في الحقيقه لما اتاثر اسلم، بس ما رضيش يعلن اسلامه علشان المسلمين يستفيدوا من المال ده لما يدفع، وكمان عشان المعامله الحلوه اللي شافها من المسلمين في الاسر، فحب ان ما يضيعش الفلوس دي على اللي اثره، وصمم ان خالد يدفع الفلوس وهو في الطريق هرب ورجع تاني واستفاد المسلمين من فلوسه. وتيجي غزوه احد والمشركين يتوعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويجهزوا 3000 مقاتل قدام 700 بس من المسلمين. واتفق ابو سفيان اللي كان ساعتها قائد المعركه دي ان هم هيهاجموا المسلمين من قدام، وخالد ياخد معاه 300 فارس ويلف من ورا جبل احد ويقف يستخبى جنب جبل الرماة ويبقى في ظهر خطوط المسلمين علشان يعملوا عليهم كماشه، لان ابو سفيان كان عارف ومتاكد ان لو واجه المسلمين وجها لوجه هيخسر بالثلاثه، وخصوصا بعد اللي اتحكى له واللي شافوا المشركين في غزوه بدر. والنبي علشان كان عارف دماغ ابو سفيان كويس لمح خالد واقف جنب جبل الرماة، ففهم الخطه على طول وحس ان ده كمين منصوب والمسلمين هيبقوا
وكماشه، وراح جايب سريه من 50 صحابي من اكبر الناس اللي بتعرف تضرب بالرمح، وراح موقفهم فوق جبل الرماه. وراح النبي منبه عليهم وقال لهم لو رايتمونا هزمنا وتاكل الطير من رؤوسنا فلا تنصرونا، اوعوا تنزلوا من فوق جبل الرماه، ولو رايتمونا انتصرنا فلا تشاركونا، انا هحفظ لكم نصيبكم في الغنايم. ويضطر ابو سفيان اللي ما لقاش قدامه غير انه يواجه المسلمين وجها لوجه، وخصوصا ان خالد واقف متكتف. وتبدا المعركه بانتصار حاسم للمسلمين، للدرجه اللي خلت المشركين وابو سفيان يهربوا والمسلمين يجروا وراهم لانهم حسوا قد ايه انهم انتصروا. دايما خالد بن الوليد كانت بتبقى عينه على نقطه الضعف، علشان كده كان دايما خالد بيدور في كل معاركه العسكريه على نقطه ضعف او اي هفوه او زله للجيش اللي بيحاربه. علشان كده خالد ما رجعش يشارك مع ابو سفيان او حتى يسنده او يأزره، لا، فضل واقف جنب جبل الرماه زي ما هو. كانت اول معركه تبين قدراته العسكريه. دايما خالد بن الوليد بيدور على ثغره، والثغره دي بتكون مفتاحه للنصر. وإذ فجأة يبص بعينيه يلاقي الصحابه نزلوا من على جبل الرماه لما حسوا انه خلاص انتصروا والمعركه خلصت والمشركين بيجروا ويخالفوا تعليمات النبي، وجري ورا الغنايم، وما بقاش غير 10 بس هم اللي سبتوا وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. راح طالع على الجبل وقاتل ال10 مسلمين اللي كانوا واقفين على طول، وهتف باعلى صوته من فوق جبل الرماه وقال اعلوا هبل. يبص ابو سفيان يلاقي خلاص الخطه نجحت، خالد بقى في الظهر، يقوم لافف تاني بسرعه ورجع له، بدل ما كان بيجري لا خلاص راح رادد تاني، والمسلمين بقوا في النص. ويقوم خالد لاحم تاني معاه وتتعمل الكماشه، وللاسف تتقلب المعركه. خالد في المعركه دي لعب على الخطأ الانساني، وتيجي غزوه الخندق ويتولى هو وعمرو بن العاص مؤخره جيش المشركين، ويتفاجئ المشركين كلهم بان المسلمين حفروا خندق حوالين المدينه. وده كان بمشوره سلمان الفارسي اللي شار على النبي صلى الله عليه وسلم بيها، لانه كان من بلاد فارس وكان أدرى بفنون الحرب. ويفضل المشركين محاصرين المدينة فترة كبيرة جدا لحد لما ربنا يرسل ريح شديدة وتخوف المشركين جدا، كانت بيقولك بتخلع النخل من جذوره. فيقرر المشركين بقيادة أبو سفيان إن هم ينسحبوا على طول. ولما جه حب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعمل عمرة هو والصحابة، خرج لهم خالد على رأس فرسان من قريش علشان يمنعوهم من دخول مكة نهائي، ويحصل صلح الحديبية، ويوقع النبي على معاهدة صلح مع الكفار، وإنه هيرجع يعمل عمرة بعديها بسنة علشان يبدأ خالد بن الوليد يحكي قصة إسلامه بنفسه ويقول فضلت عاند إني ما ادخلش الإسلام، وقفت قدام النبي سنين طويلة من عمري، وقاتلت النبي والمسلمين، وانتصرت في غزوة أحد. وبيقول لقيت نفسي بفكر في حاجة غريبة جدا بتحصل، وقلت لنفسي ما وقفتش أبدا في موقف قدام محمد هو والمسلمين وخرجت منه بأي شيء. يعني بعد كل معركة بنحاربوا فيها ما بنلاقيش أي مكسب عسكري، وبقول لنفسي كل مرة زي ما رحنا زي ما جينا. وبدأ الموضوع ده فعلا يبهره وفي نفس الوقت يخليه يستعجب جدا، ازاي كل ما اروح احارب المسلمين برجع بدون اي انتصار حتى لو كنا منتصرين. حتى اللي حصل في غزوة الخندق، ويقول حتى في احد بعد ما طوقناهم بدل ما نهاجمهم رجعنا ومش عارفين احنا رجعنا ليه. وحتى اللي حصل في غزوة الخندق كان في تفوق عسكري رهيب ومعانا قبائل كتير محاصرين بيها المدينة، وتقوم الريح تخلينا نرجع، وازاي نرجع وما نثبتش تفوقنا العسكري، وازاي شوية ريح يخوفونا ويخلونا نمشي. الحاجات دي كلها كانت وجعاله دماغه ومخليها حاسس ان في حاجة غير طبيعية. ودايما لما بنواجه المسلمين ونحاصرهم بتنتهي المواجهة بلا شيء. بدأت افكر واقول لنفسي إن محمدا سيظهر لا محالة. وبيكمل ويقول حتى جاءت الحديبية، وخرجت مع فرسان من قريش لنغير على محمد جاي يعمل عمرة واحنا طلعنا لهم المرة دي بقى مش راجع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم راح يعمل العمرة وعايز يخش مكة، وبصيت على النبي واللي كانوا معاه كانوا واقفين بيصلوا الظهر وادوني ظهرهم، واستعجبت ان هم بيصلوا ومش خايفين، فقلت دلوقتي ههجم عليهم، لكن في قوة غريبة وعجيبة منعتني. وانتظرت حتى وجدتهم سيصلون وقت العصر، وقلت سأفعلها هذه المرة. وكأني رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على قلبي فإذا به يأمرهم بصلاة الخوف. النبي قال لهم نص الجيش يصلي معايا، وفي الركعة الثانية اللي كان بيصلي ده يسلم ويخرج وانا هقف اكمل، والنص اللي كان بيحرسنا يدخل في الصلاة يصلي وينتقل الجزء اللي كان بيصلي للحراس، دي صلاة الخوف. وبيقول بمجرد ما شفت التخطيط ده وقع في قلبي شيء انهم على حق. كل الحاجات اللي بتأثر في شخصية خالد وفي عقله وفي تفكيره، المواقع العسكرية والتخطيط العسكري والتفكير الاستراتيجي، شخصية في منتهى الغرابة. وخالد بيكمل كلامه وبيقول قلت لنفسي بعد ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم
وتخطيطه العسكري واستجابة الصحابة ليه، هذا الرجل ممنوع، في قوة بتحميه. وكالعادة انصرفنا ولم ننال منه شيئا. ثم موقع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، فقلت لنفسي أين أذهب؟ أذهب إلى النجاشي في الحبشة؟ فتذكرت أن المسلمين عنده كان صديق لعمرو بن العاص، وحكى له على اللي حصل لما المسلمين هاجروا للحبشة، وأن الراجل اتعاطف معاهم وبقى حاميهم ومعاهم. هروح فين طيب؟ أذهب إلى الروم وأترك بلدي ولغتي ومكانتي؟ فحسيت أن ما بقاش ليا مخرج غير اني اذهب الى محمد. وكان من ضمن شروط الصلح ان هيجي سيدنا محمد هو والصحابه في العام التالي يعتمروا في مكه. وبيقولوا مر العام وجم المسلمين لمكه عشان يعملوا له عمره طبقا لما تم في الاتفاقيه. فما كنتش عايز اواجههم ولا اشوفهم، لاني كان قلبي مقسوم نصين، نص ان انا عايز ابقى معاهم ونص مش راضي وعايز يمشي. فرحت طالع للجبال علشان ما اشوفهمش، واذ بيا الاقي المسلمين جايين قدامي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاي ومعاه 1400 صحابي، وكانوا بيهللوا ويكبروا وهم داخلين مكه. فانشرح قلبي للي شفته من المسلمين. في التوقيت ده كان من ضمن ال 1400 واحد الوليد اخوه اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللي جايين يعملوا عمره، قعد يدور في مكه على اخوه خالد ما لقاهوش. فترك له رساله كتبها له وقال له فيها كلام جميل جدا. قال له: لم ارى يا خالد اغرب من غياب عقلك عن الإسلام حتى الآن. وعقلك هو عقلك يا خالد، أنا عارف أخويا مين بالظبط. ولقد سألني رسول الله عنك، دخله من الناحية الإنسانية البحتة، وقال لي: يا وليد أين خالد؟ فقلت له: يأتي به الله يا رسول الله. فقال لي: وهل مثل خالد يجهل الإسلام يا وليد؟ والله لو أتانا خالد وجعل قوته للإسلام لقدرناه منزلته. يعني اوعى تفتكر إنك لو دخلت في الإسلام مش هتبقى خالد. وخالد بيكمل وبيقول: وصلتني الرسالة وفضلت أقراها وابتسم وأضحك في سؤال رسول الله عني بعد كل اللي عملته ده، والرسول بيسأل عليا. هو مش مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاور قلبه وعقله. وبيكمل وبيقول: وبعدين حصلت حاجة عجيبة جدا، شفت رؤية غريبة، شفت كأني في أرض ضيقة جدا جدا تكاد إن هي تخنقني، وفجأة لقيت نور جاي من بعيد. رحت ناحية النور لقيت نفسي طلعت على الأرض واسعة وكبيرة، فانطلقت إليها. وبيقول: لما صحيت من النوم قررت أن أذهب إلى رسول الله، بس قلت لنفسي: ومن أصطحب معي؟ كان عايز يروح للنبي ومعاه صحبة. رايح لصديقه صاحبه صفوان بن أمية وقال له: يا صفوان، ماذا أخذنا مما نحن فيه؟ تعال نذهب إلى محمد، إني أرى أنه قد ظهر، فلما العناء؟ يعني عايز يقول له أنا شايف إن محمد وجيشه خلاص ظهروا وهيمتلكوا، احنا ليه نعذب نفسنا ونخلينا هنا هو مع الناس دي؟ واذ بصفوان يرفض رفضا شديدا ويقول له: والله لو لم يبقى غيري لم يسلم فلن اسلم. فقلت لنفسي: صفوان اتقتل اخوه وابوه في بدر، فاكيد مش هيجي معايا. فتركته وذهبت إلى عكرمة بن أبي جهل، وإذ بيقول لي نفس الكلام. فذهبت إلى عثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة ده اللي كان معاه مفتاح الكعبة، ولما عرضت عليه وافق وقال لي أنا جاي معاك. وبيحكي وبيقول: وبينما نحن في الطريق فإذا بي أقابل صديقي عمرو بن العاص. سألته وقلت له: أين أنت ذاهب يا عمرو؟ فطبعا سيدنا عمرو كان داهية العرب، فقال لهم: إن أخبرتموني أين أنتم ذاهبون سأخبركم. وطبعا راحوا هم الثلاثة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلنوا اسلامهم. وبمجرد ما دخلوا للمدينه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم فرح فرحه كبيره. والوليد جري على اخوه خالد وقال له: اسرع فان رسول الله ينتظرك. فبيقول: دخلت مسجد رسول الله فاذ برسول الله يركبني من بعيد، النبي عمال يبص له من بعيد، وكلما اقتربت منه الاقيه بيبتسم اكتر وهو بيبص عليا، وانا كنت في قمه الخجل لغاية لما وقفت قدامه وسلمت عليه بالنبوة وقلت له: السلام عليك يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام. فجلست بين يديه وقلت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فطبطب النبي صلى الله عليه وسلم على كتفي وهو مبتسم. فقلت له: يا رسول الله، إن لي معك مواقف كلها معاصي، أرأيت إن أسلمت فهل يغفر الله لي؟ هو خلاص اتشاهد، بس كان فاكر إنه لسه ما دخلش في الإسلام. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا تعلم يا خالد أن الإسلام يجب ما قبله؟ ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء وقال: اللهم اغفر لخالد. علشان يدخل سيدنا خالد في الإسلام في اليوم دون كان عنده 41 سنة. وبيقول سيدنا خالد: ومنذ ذلك اليوم
وانا تحت قدم رسول الله. واداله النبي صلى الله عليه وسلم دار واستقر في المدينه. ونيجي لغزوه مؤتة. ايه بقى اللي حصل في غزوه مؤتة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادى رساله لواحد صحابي جليل اسمه الحارث بن عمير، وقال له اذهب بيها وسلمها الى الغساسنه، وبمجرد ما يوصل لهم ويسلمهم الرساله يقتلوه. ومعنى قتل الرسول المرسل برساله عند العرب اعلان الحرب. فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحضير جيش من 3000 صحابي الى مؤتة، ويقف جميع الصحابه ويقف قدامهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي قرر انه ما يخرجش معاهم في الغزوه دي علشان يعرفهم ان النصر من عند الله، وان الكل مسؤول عن الاسلام، وان هم مش بينتصروا عشان معاهم النبي. ويبدا النبي يختار قائد للجيش، وخالد واقف وسط الصحابه، وكل الصحابه كانوا عارفين قوه خالد العسكريه كويس. بس خالد ما كانش عدى على اسلامه غير 3 شهور بس، والنبي كان عايز يقوم جواه حاجات كتير. ويقف النبي ويقول قائد الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئتم. فيبص كل الصحابة على خالد بعد لما سمعوا كلام النبي باختياره ال3 من الصحابة مفهومش خالد، وحتى بعديهم الأمر شورى. ويبص خالد على النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عينه في الأرض على طول. النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يعلمه ويعرفه إن أنت هنا جندي. الغساسنة عرفوا بتحرك جيش المسلمين، فجهزوا 100,000 مقاتل، وأرسلوا إلى الرومان بقيادة هرقل، فأرسل ليهم 100,000 مقاتل تاني علشان يصبح عددهم 200,000 مقاتل قدام 3000 جندي من صحابة رسول الله، شيء ولا الخيال. فسيدنا زيد بن حارثة بدأ يضع خطة للمعركة بصفته قائد الجيش. قال للصحابة اختاروا مكان ضيق عشان احنا لو واجهناهم في مكان واسع أو مكشوف هنباد. فاختاروا له قرية مؤتة، والقرية دي موجودة في الأردن لغاية دلوقتي، وهي قرية يعني منها بيوت وزرع وعلى شمالها جبال، واتمركز جيش المسلمين فيها. فبدأ الرومان يتلخبطوا ويغيروا تخطيطهم للجيش. خلاص المسلمين كانوا هيقابلوهم في الصحراء، دخلوا لهم في حتة ضيقة، فالموضوع ده عمل لهم لخبطة، وبدأوا يقسموا الجيش لأعداد أصغر عشان طبعا ال200,000 مش هيعرفوا يهجموا بيهم مرة واحدة جوه قرية مؤتة. وتبدأ المعركة 6 أيام كاملين، والغلبة للمسلمين، أعداد رهيبة من القتلى في الرومان، والخسائر لا تذكر في جيش المسلمين. لحد اليوم السابع بدأت الروح المعنوية تقل عند الرومان، وده اللي خلى قائدهم يهجم بقوة علشان يعمل خسائر كبيرة يرفع بيها الروح المعنوية للجيش بتاعه. وده اللي حصل فعلا، ويهجموا بقوة وبشراسة، ويصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويستشهد زيد بن حارثة، وتبدأ تيجي خسائر كبيرة في المسلمين. ويتولى الراية جعفر بن أبي طالب، ويقطعوا له ايدين الاتنين ويقتلوه في الآخر، ويتولى منه الراية عبد الله بن رواحة، ثم يقتل ويسقط لواء المسلمين على الأرض. ويجري سيدنا ثابت بن الأكرم ويوطي يجيب لواء المسلمين من على الأرض ويمسكه في إيده وينده بأعلى صوته ويقول يا أبا سليمان يا أبا سليمان، وده كان اسم الكنية بتاع سيدنا خالد بن الوليد، خذ هذه يا خالد. فسيدنا خالد في تواضع كبير فقال له لا يا ثابت، أنت أحق بها مني، فقد شهدت بدر يوم أن كنت أنا كافر. تربية النبي نفعت فيه. وسيدنا ثابت يقول له لا يا خالد، إن هذا اليوم يوم عصيب ولا يقدر على مسك لواء المسلمين غيرك. ويمسك خالد بن الوليد راية المسلمين، والنبي قاعد في المدينة بيحكي للمسلمين في نفس توقيت المعركة على اللي بيحصل فيها، وده اللي ذكره الحديث الصحيح اللي رواه الإمام البخاري ومسلم. ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقى على حسه مات زيد بن حارثة أراه الآن في الجنة، ويتولى الراية جعفر بن أبي طالب، ومات جعفر بن أبي طالب أراه الآن يطير بجناحيه في الجنة، وتولى الراية عبد الله بن رواحة، ويموت عبد الله بن أبي رواحة ويقول لهم أراه الآن في الجنة. ثم قال لهم فأخذ الراية الآن سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. وبيحكي سيدنا خالد بنفسه يقول اتكسر في ايدي يومها 9 سيوف، وكنت انتظر المغرب بفارغ الصبر حتى اعد خطتي، عشان عند المغرب بينفصل الجيشين على بعض كنوع من انواع الراحه، وبيتقابلوا في اول ضوء مع الفجر. وبمجرد ما جت المغرب وانفصل الجيشين على بعض، واول مره يجتمع جيش المسلمين تحت قياده خالد بن الوليد وهو مسلم، وراح واقف في وسط الجيش وقال لهم سؤال في منتهى الغرابه، احنا جينا هنا ليه؟ وهو اللي رد بنفسه لما الصحابه استغربت من السؤال، وقال لهم جئنا لننصر ديننا ونطيع نبينا وقد فعلنا،
وقتلنا منهم الكثير، ولكن هذه المعركة لن تنتهي بنصر. 200,000 قدام 3000، هو كان حاسبها كويس. فقالوا له وماذا ترى يا خالد؟ رد عليهم بثبات وقال لهم ننسحب. المسلمين مش متعودين على الانسحاب، لكن في نفس الوقت برضه هم عارفين ان خالد قائد عسكري كبير وهم حافظينه كويس، وشجاعته واقدامه وثباته هي الاساس. فمعنى ان يقول ننسحب ان اكيد في حاجه هو شايفها، وخصوصا ان هو قائد الجيش دلوقتي. فقالوا له نشور على بعض يا خالد، وفعلا شاروا على بعض ورجعوا له وقالوا له نوافق على الانسحاب. راح باصص لهم وقال لهم لا نستطيع. فالصحابه استعجبوا، انت صاحب الراي وبعد ما نوافق تقول لنا ما نقدرش ننسحب؟ فسالوه قالوا له ازاي ما ننسحبش وانت اللي قايل؟ فقال لهم اذا انسحبنا ابادونا. قالوا له وماذا ترى يا خالد؟ قال لهم ننسحب دون ان يتبعونا. كان بيقول كلام اول مره المسلمين يسمعوه، وبدا يحط خطه ازاي تنسحب من غير ما اللي قدامك يتعرض لك. الخطه اللي وضعها خالد بن الوليد في مؤتة بتعتبر اعظم خطه في الانسحاب عرفها التاريخ. وبدأ في وضع الخطة. كل جيش في الدنيا بيبقى ليه ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة. عمل ايه؟ راح جايب الميمنة بتاعت الجيش في الميسرة، وجايب الميسرة بتاعت الجيش في الميمنة، وجاب المقدمة في المؤخرة، وجاب المؤخرة في المقدمة، وقال لهم كله ينظف هدومه، وامر ان هم يجيبوا الرايات اللي بيحملها المسلمين في الحرب، وقال لهم تتنظف وتتكتب بألوان جديدة وأقمشة جديدة. المعركة كانت دايرة بقى لها 6 ايام، فشيء طبيعي جدا ان في خلال ال6 ايام جيش بتاع الرومان قدام جيش بتاع المسلمين حفظوا بعض وحفظوا شكل بعض وحفظوا الرايات اللي قدام بعض. 6 ايام بيحاربوا بعض كل يوم، نفس الوشوش بتتقابل. فشيء طبيعي ان لما هيعمل كده هيعمل نوع كبير من اللخبطه. ومش كده وبس، ده جاب 300 من الفرسان وقال لهم احنا دلوقتي بالليل، امشوا دلوقتي وقفوا في اخر الجيش ورا خالص، وقسموا نفسكم 6 فصائل، كل فصيل فيه 50 فارس، واول ما الفجر يطلع وتلاقونا بنلتحم تعملوا غبار كثيف بالخيول بتاعتكم، وتبدا الفصيله الاولى تكبر وتقرب مننا. وقال لبقيه الجيش اول ما تلاقوا الفصيله دي بتكبر وبتقرب مننا هللوا وقولوا الله اكبر لا اله الا الله، وعلوا صوتكم كأن مدد جاي لنا من المدينه. الرومان هيتهزوا وهيفتكروا فعلا ان في مدد جاي لجيشنا، واول ما يلتحموا معانا الفصيل الثاني يتحرك، واللي عملوا الاولاني يعملوا الثاني ثم الثالث. الصحابه قاعدين قدامه بيبتسموا وبينبهروا بالكلام العظيم اللي بيسمعوه من خالد بن الوليد. فيرجع ويقول لهم وفي كلمه سر هنقولها في المعركه دي، اول ما اقول يا عباد الله توكلوا على الله، راحوا الصحابه كلهم على طول في بق واحد قالوا له ننسحب. ضحك وقال لهم لا، لو انتوا عملتوا كده هيفهموا وهيعرفوا ان هي حركه احنا عاملينها فيهم، بالعكس نهاجم ونخش نضرب ضربه. معقوله بعد ما المدد وده كله يجي لنا ونجري؟ لا، هنخش ونهجم ونضرب ضربه ونرجع لورا. واول ما اقول يا عباد الله عودوا هيفتكروا ان احنا هنعود للهجوم. كل كتيبه تلف وتدي ظهرها وتمشي، ويبدا اليوم من الفجر. ويفاجئ الرومان بجيش المسلمين اللي حسوا اصلا ان هو جيش جديد والجيش القديم قاعد بيريح، وجوه جديده ورايات جديده. وزادت عندهم الاشاعه اللي قالت ان جيش المسلمين اللي كان بيحاربنا بقاله 6 ايام قاعد بيستريح بره. وابو هريره اللي كان معاهم في المعركه بيحكي بنفسه وبيقول راينا في عيون الرومان يومها الموت. وبدأ التكبير وتتعمل الخطة زي ما رسمها خالد بالظبط. وعند الهجوم في الهجمة اللي قال عليها سيدنا خالد الكل كان مرعوب منهم جدا، لدرجة ان مات فيها قائد الرومان. واول ما سيدنا خالد قال يا عباد الله يعودوا اذا بجيش المسلمين يدير ظهر للرومان. فوقف قادة الرومان للعساكر وقالوا لهم لا تتبعوهم لا تتبعوهم، انها خدعه انها خدعه. معقوله بعد الانتصار ده والهجوم ده والمدد اللي جاي ده هينسحبوا في التوقيت ده؟ اكيد دي خدعه المسلمين عاملينها. ويقول ابو هريره اقترب خالد بن الوليد وجيش المسلمين الى المدينه وما زال الرومان ينتظرون الخدعه. ويرجع سيدنا خالد بن الوليد بجيش المسلمين وما ماتش منهم غير 12 واحد فقط. وتزعل النساء برجوع الجيش بدون فتح، لكن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في شرف استقبال الجيش لانه كان عارف ومتاكد من اللي حصل. واول ما سيدنا خالد يشوف النبي قدامه يقول له اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله. سيدنا خالد خاف لا يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زعلان من اللي حصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبتسم والله يا خالد ما اغضبت الله وما أغضبت رسول الله بل أنت سيف الله. ودعا سيدنا رسول الله لخالد بن الوليد وقال اللهم إن خالد بن الوليد سيف من سيوفك
اللهم افتح به، خلاص مش هينهزم. واكيد سيدنا خالد بن الوليد عايز حلقات كتيرة نذكر فيها بالتفصيل هو عمل ايه مع رسول الله ومع خدمة دين ربنا، لانه صال وجال حتى بعد وفاة النبي، لانه كان قائد جيوش المسلمين في عهد ابو بكر الصديق في حروب الردة، وقدر خالد بن الوليد انه يقضي على الامبراطوريتين بتوع الفرس والروم. لكن بمجرد ما توفى سيدنا ابو بكر الصديق، وكان ساعتها سيدنا خالد بن الوليد على رأس جيش المسلمين لفتح الفرس، ارسل اليه سيدنا عمر بن الخطاب رسالة وقال له: من عمر بن الخطاب الى خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين، مات خليفة رسول الله ابو بكر الصديق واستخلفت من بعده، واني اعزلك يا خالد واولي ابو عبيدة بن الجراح على جيش المسلمين. وبمجرد ما يقرا سيدنا خالد الرسالة ويقفلها، وقال: سمعا وطاعا يا امير المؤمنين، ويسلم الرسالة بايده لابو عبيدة بن الجراح ويقول له: انا من اليوم جندي معك يا ابا عبيدة. ولما سئل سيدنا عمر بن الخطاب عن سبب عزله سيدنا خالد بن الوليد، قال: خفت على المسلمين من الفتنة، لأن المسلمين كانوا بدأوا في التوقيت ده يفتنوا بسيدنا خالد بن الوليد، وكان سامع كلام في المدينة وفي كل مكان بيقول: ما دام معنا خالد سننتصر، إني لم أعزل خالد بن الوليد لتهمة أو خيانة، حاشا لله، ولكني أعزله خشية فتنة المسلمين. وتلا قول الله: وما النصر إلا من عند الله. ويستقر سيدنا خالد بن الوليد في مدينة حمص، وكان معزول تماما عن الجهاد في سبيل الله، ودي كانت أكتر حاجة تعباه. وكان لا يملك من الدنيا غير 3 حاجات: سيفه ودرعه وفرسه. وكان كل شوية يطبطب على فرسه ويقول له: لا تيأس، قريبا سنخرج في سبيل الله، لا تيأس. كان بيصبر الفرس وكان متحمس انه يرجع تاني للجهاد في سبيل الله. ويجي الطاعون اللي ضرب الشام كلها، ويتعب سيدنا خالد بن الوليد، وبعد ما مات كتير جدا من ولاده واحفاده واشتد عليه المرض، ويجي على فراش الموت ويقول: والله لا يوجد في جسمي موضع الا ويوجد فيه ضربة رمح او طعنة سيف او ضربة سهم، وها انا اموت على الفراش كما تموت البعير. ويموت سيدنا خالد سنة 22 هجريا وهو عنده 56 سنة، قضاها في نصرة الله ونصرة رسول الله. ويجي وهو بيدفن يحصل حاجة في منتهى الغرابة حكاها جميع الصحابة. يدخل وهو بيدفن الفرس بتاعه ويشك الصفوف ويقف يبص على سيدنا خالد بن الوليد اللي مات قبل منه، ويرفع عينيه الفرس للسماء ويلاقوا دموع في عين الفرس كما ذكرت كل كتب التاريخ. ويوصل الخبر لسيدنا عمر بن الخطاب ويبكي عليه ويقول: رحمك الله يا خالد، كنت أحق بالإمارة مني. وفضل يردد ويقول: والله ما عزلتك لتهمة أو خيانة، ولكن حتى لا تفتن الناس بك. الواحد لو استغل موهبته ووجهها صح، مش هو بس اللي هينتفع بيها، ده البشرية كلها هتقدره حتى بعد آلاف السنين من موت. ساعات بتكون الموهبة نقمة على البني آدم لو وجهها غلط. ياما ناس كانوا موهوبين بس في حاجات شمال، وكانوا فاكرين ان موهبتهم دي هتوصلهم لحاجة، بس للأسف بعد ما ضيعتهم عرفوا ان هي غلط. غزوة مؤتة والعبقرية العسكرية لخالد بن الوليد اللي بتدرس دلوقتي في أكبر الجامعات والمعاهد العسكرية، وده لأنها عملت إنجاز محدش سبقه ليه. واستحق سيدنا خالد بن الوليد باللي عمله إنه يكون فارس من فرسان الإسلام.